بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا البيتزا يا جماعة في 5 دقايق، من غير عجن، من غير تخمير، ومن غير فرد، من غير اي حاجة. بيتزا من غير عجن. يلا بينا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي، وبألف هنا يا حبايبي. في ثانية بتعملها في الفطار، في العشاء، وقت ما يكون ولادك جعانين بالليل. بص يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حلوة قوي 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 قوي، جميله جدا ومقرمشه من تحت وحلوه قوي. وبألف هنا يا حبايبي. يلا بينا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. هيعجبك قوي. حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلك كل جديد من اختكم محمد. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. يلا نشوف احنا عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم اسهل اكلة في العالم، وكلنا بنحبها. اكله جميله جدا جدا. انا هنا حطيت الطاسه وحطيت فيها معلقه سمنه بلدي. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هنكسر بيضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بيضه بالطريقه دي، وهنربها كده، كسرها بس كده بالطريقه دي. تمام. هنعمل عظمه بدون ما نتعب خالص خالص كده يا حبايبي كده. تمام، بالطريقه الحلوه دي. وهنعمل عليها ايه بقى يا حبايبي؟ البيضه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هعمل لكم اكله جميله جدا جدا، تتعمل في ثواني لكل الجعانين، وفي نفس الوقت احنا كلنا بنحبها. انا عندي هنا رغيف اهو، رغيف بلدي عادي اهو. ادي رغيف بلدي اهو. تمام. هنحطه كده فوق البيضه كده. تمام اهو. تمام اهو. هحطه كده فوق البيضه واسيبه دقيقتين اتنين يشرب بس من السمنه البلدي اللي انا حطاها. وهبدا بقى اقلب الرغيف على الناحيه التانيه. اهو يا حبايبي، انا قلبت الرغيف اهو على الطبق اهو. الطاسه زي ما هي، وهحط الرغيف كده تاني اهو كده. تمام اهو. بتوطي النار، تهدي النار خالص خالص خالص. يبقى كده احنا عملنا حته سمنه بلدي وبيضه، وحطينا البيضه وحطينا فوقها الرغيف. هنبدا نحط فوقها ايه بقى؟ هنحط فيها شرايح طماطم بالطريقه الحلوه دي. تمام. اسهل اكله هتتعمل في ثانيه وانت واقفه على البوتاجاز اهو. ونحط عليها شرايح فلفل بالطريقه الحلوه دي، وكل حاجه موجوده عندك في البيت. تمام اهو. اهو يا حبايبي. تمام كده. هنبدا بقى نحط لها ايه يا حبايبي؟ هنبدا نحط لها رشه اي جبن عندك بقى. جبنه موزاريلا اهي، جبنه رومي، جبنه شيدر، اللي عندك حطيه بالطريقه الحلوه دي. تمام اهو. عايزه تحطي زيتون حط، بس انا ما بحبهاش حد. حطين للبتاع ملح خالص، البيض ملح خلاص. انا رشيت على البيض رشه ملح. تمام اهو. هنغطي عليها بقى 5 دقايق بالطبق كده. 5 دقايق. يلا يا حبايبي نشوفها كده. غطينا عليها بالظبط ما يكملش 5 دقايق، دقيقتين 3. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شايفين اهي؟ يلا بقى نفضيها في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه اهي. بصوا يا حبايبي، جميله جدا جدا ومغذيه وحلوه، وفي 5 دقايق. هنا هنعمل كمان واحده اهي، معلقه سمنه بلدي. تمام اهو. وننضف الطاسه كده لو فيها اي حاجه من التانيه بالطريقه دي اهو يا حبايبي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دي معلقه السمنه البلدي. اسرع بيتزايه تعمليها اهو. معلقه السمنه البلدي تسيح كده، ونحط عليها حاجه بسيطه من الملح لان السمنه فيها ملح اهو. ونحط البيضه كده. تمام اهو. نعملها كده
نقلي البيضه كده اهو ونسويها، يعني بنقلي البيضه ونسويها. تمام. دي اكله سريعه جدا جدا بالليل او الصبح في الفطور، حلوه قوي قوي قوي. وطبعا معايا الرغيف اهو، رغيف بلدي اهو، رغيف بلدي عادي خالص من عيشنا البلدي، وهنقوم حاطينه على وش كده كده بالطريقه الحلوه دي، ونسيبه دقيقتين قبل ما نقلبه اهو، يشرب بس السمنه اللي في الطاسه. تمام كده بالطريقه الحلوه دي حبايبي اهو. يا حبايبي انا كده بص قلبته في الطبق اهو، وهنبدا نحطه برده زي التاني بالطريقه الحلوه دي. وبرده هنحط عليه طماطم بالطريقه دي. ممكن تحطي بصل كمان لو انت عايزه، لو مفضله يعني البصل تحطي. حطي جبنه رومي، حطي جبنه شيدر، اللي عندك المتاح عندك حطي. وحبه فلفل بالطريقه الحلوه دي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. واحلى اكله هتاكليها في ثانيه، او لاولادك وهم مستعجلين وجايين جعانين وانت لسه ما وضبتيش الاكل، ببطين هتعملي كده اهو. تمام. هنحط بقى كمان ايه الحاجه الحلوه بتاعتنا، الجبنه الموتزاريلا بالطريقه الحلوه دي على وشها كده. اللي متاح عندك، عندك لانشون حطيه، عندك بسطرمه حطيها، عندك المتاح عندك اللي انت عايزاه، وزيتون حطي اللي انت عايزاه، وفي بيتك حطيه. تمام اهو. هنغطي عليها بس كده ايه برضو زي ما قلنا كام دقيقه كده، ونشوفها تاني اهو يا حبايب قلبي. يلا نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ماشيه في الطاسه وجميله اهي. واصلا البيتزا ما هي عيش يا جماعه، ما احنا بنعجن عيش بشويه زيت بشويه ملح ونحط، هي نفس النظام. هي دي حاجه سريعه، وهو نفس العيش برضو اللي احنا بنعجنه وفي ثانيه. ودي فكره جميله جدا جدا، هتشوفها عندي لاول مره. وبالف هنا يا حبايبي. كده بنغطي عليها بس الجبنه تسيح ونرجع لكم تاني. وهي البيتزا اصلا عيش. يلا حبايبي نشوفها. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. شفتوا الجمال، شفتوا الجمال والحلاوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بتغطيها بس الجبنه تسيح، مش اكتر من كده. عندك زيتون حط زي ما قلت لك، بسطرمه، لانشون، جبنه رومي، اللي موجود في بيتك حطيه. وكده بقى هنطفي عليها النار ونفضيها في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالطريقه الحلوه دي هيبقى احنا كده عملنا 2 بيتزا، ما خدناش 5 دقايق على النار برغيفين عيش. واحنا كده كده بنعمل البيتزا بالعيش، وبنعجن العيش ونعمله من غير عجين، من غير فرد، من غير عجن، من غير اي تخمير، من غير اي حاجه، بالطريقه الجميله دي يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو بقى يحط له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. بصي يا حبايبي انا قطعتها بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. بصوا حلوه قوي قوي وخفيفه وجميله جدا جدا جدا، وطعمها سكر. وحطي كل حاجه عندك المتاح عندك، وعايزه تحطيه حطيه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. حلوه قوي 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 قوي، وفي ثانيه بتعمليها. اللي يعجبه الفيديو يحطوا لايك يا جماعه واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. ودي اسرع بيتزا تعمليها في 3 دقايق، من غير عجن، من غير فرد، من غير تخمير، من غير اي حاجه. ما شاء الله. اللهم بارك. زي السكر اهي، وتشبع العيال وتشبع اولادك وفي ثانيه افطار عشاء في ثانيه. اللي يعجبه الفيديو يا جماعه يحطوا له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. ان شاء الله اشوفكم في كل الجديد، واترككم في رعايه الله وامن. مع الف سلام.